بتبدأ الحلقة بدخول كيونغ وسيونغ بسيو للطوارئ، وبيتعمل لها غسيل معدة وبتفوق. وفي الوقت ده بيكون كيونغ واقف بره وخايف عليها قوي. لما بتتحسن بيروحها كيونغ لبيتها وبيبان عليه الزعل والخوف عليها، وبيسألها ليه عملتي كده؟ انت عاوزة تموتي نفسك؟ بتشربي وبتاخدي منوم، كل ده ليه؟ ما تكبرش الموضوع، انا بس كنت عاوزة انام ومش عارفة. وبتسيبه وبتدخل بيتها وبيبان عليه فعلا انه خايف عليها. وبعد شوية بتتفاجئ سيو ان كيونغ جالها البيت وبيدخل على المطبخ علشان يرمي كل العصير اللي عندها، وبيفضل يتخانق معاها علشان تفوق لنفسها بقى لانه خايف عليها توصل لنفس حالته. فبتفضل تتخانق معاه، ولما بتزهق بتسيبه وتطلع اوضتها. وبنرجع فلاش باك وهي لابسة الفستان اللي اشتراه لها، وبيفضل يعاكس فيها شوية وبتاخده علشان تجيب له تيشيرت هدية على ذوقها. ولما بتيجي تحاسب بيتفاجئ من فرق المستوى اللي بينهم، لأنه أمه بتاخد المبلغ اللي دفعته في التيشيرت ده بعد تعب شهر كامل، وهي راحت تدفعه بكل بساطة في حتة تيشيرت. بس هو مش بيحاول يبين لها إنه متضايق. ولما بتروح البيت بتبقى فرحانة ومبسوطة ومستنية منه أي مكالمة أو حتى رسالة، لأنه وحشها. وهو في الوقت ده بيكون بيظبط في المسرح هو وأصحابه علشان المسرحية اللي هيعملوها، بس هو بيبقى لسه متضايق. وأصحابه بياخدوا بالهم بالليل وهو مروح في الباص بيلاقيها قاعدة بتستناه علشان يتعشوا سوا، وهو بيكون عاوز يعزمها على لحمة، بس هي بتستغرب علشان هو عارف إنها بتحب التوكوبوكي. وهم بياكلوا بتحس إنه متغير، فبتسأله مالك؟ اتغيرت معايا ليه؟ ده كله علشان عرفت إن أنا غنية. فبيتضايق وبيمشي. ولما بتحاول توقفه بيتعصب عليها، صعب عليا أتعامل عادي، مستوى اللي حواليا زيي، أنا بحاول أعمل حاجة علشانك، ليه ما تاكليش معايا لحمة وتحسسيني إني عملت حاجة علشانك؟ عاوز أبان قدام نفسي إني قادر أعملك حاجة. فبتستغرب أنت مالك مكبر الموضوع ليه؟ إيه المشكلة؟ فبيعرفها المشكلة في القميص اللي جبتيه، أمي محتاجة تشتغل شهر كامل علشان تجيب الرقم ده اللي انتي دفعتيه في حتة بلوزة. وبيبقى مقهور قوي وبيعيط لأنه عارف إنه مش ذنبها، بس غصب عنه حاسس بفرق هو مش قادر عليه. وهي بتفضل تعيط وبتقوله أسفة إني جبتلك قميص وما فكرتش في مشاعرك. وبتسيبه وتمشي. تاني يوم بتكون زعلانة قوي ومش بتاكل ولا بترد على كيونغ، وبتكتئب لدرجة إنها بتتعب وبتدخل المستشفى. ولما بتتحسن بتاخد قرار وبتعرف مامتها إنها خلاص موافقة تسافر زي ما كانت عاوزة. بس سيو بتكون مقهورة قوي، وإحساس إنها غير مرغوب فيها ده كان وجعها قوي. وفعلا بتسافر، وكيونغ يا عيني بيبقى متدمر وحاسس إن حياته وقفت عندها. لما بنرجع من الفلاش باك بنلاقي كيونغ قاعد يبعت طول الليل في مقالات لسيو عن مخاطر الإدمان، علشان تاني يوم بقى يتفاجئ إنها بتستناه. ولما بتاخده وبيقعدوا سوا بيسألها إيه مصحيكي بدري كده؟ انت بتهزر معايا؟ ما انت طول الليل عمال تبعتلي عن الإدمان وأضرار الإدمان، انت مفكرني مدمنة؟ فبيقول لها لا ده بالصدفة. فبتنتقم منه وبتمشيه حافي على الزلط. ولما بتروح عشان تغسل رجليها بيلاقيها مش عارفة، فبيغسل لها رجلها. لا ومش كده وبس، ده كمان بينشفها لها. بتروح سيو لأختها، واختها بتحاول تقنعها انها ما تسافرش، بس سيو بتعرفها ان الشركة مش من حقها لان ده مش ابوها الحقيقي، وكتر خيره انه رباني وعاملني كأني بنته. في نفس الوقت ده بيكون كان بيقنع واحدة من المساهمين تبيع أسهمها، فبتعرفه إن أسهمها مش هتعمل حاجة قدام أسهم مراته. وبعدين ليه عايز تبيع الشركة؟ أنا شايفة إن الشركة في أحسن حال يعني. فبيعرفها إن ده دلوقتي، بس للأسف مراتي عندها
عندها زهايمر والشركة هتتدمر كده كده، لأن سيو مش بتاعت شغل وبيبان عليها إنها مش طايقاه، بس بتوافق. ولا احنا والله طايقينه. بالليل الواطي كانغ بيقابل سكرتيرة مراته وبيديها دواء علشان تحطه لها في القهوة بتاعتها، وشكله هو السبب في مرضها، وبيحذرها إنها تاخد بالها كويس لأن مراته ذكية. في نفس الوقت ده مامة كيونغ بتشوفه نايم في الشارع، فبتفتكر زمان لما كان بيعاني من الإدمان، وبتخاف قوي ليكون رجع يشرب، بس بتطمن لما بيكلمها وبيطلب منها تدعي لواحد صاحبه عشان هو بيشرب وإنه حياته صعبة قوي وهو خايف عليه بجد. في الأثناء دي بنلاقي جيون عند مامتها في المستشفى، وبتفضل تقول لها انتي لازم تهتمي بأختي شوية، وأيا يكن ايه اللي حصل بينك وبين أبويا، أختي ذنبها ايه؟ وبتتعصب، أنا تعبت من كتر ما حاولت أخليكي تقربي منها وتحبيها. وبتبقى فعلا زعلانة على أختها وعلى الحالة اللي وصلت ليها بسبب مامتهم. تاني يوم بيوصل ظرف الكنغ من واحدة بتهدده بموضوع العلاج اللي بيحطه لمراته، وشكل كده الموضوع كبير وهنعرف ده بعدين. عند كيونغ بيكون بياكل مع صحابه لأنه هيسافر يتدرب في شيكاغو، وبيسأله صاحبه هيسافر امتى، بس كيونغ مش بيكون مهتم بالسفر، فبيتعصب عليه صاحبه، انت بطلت تهتم بحياتك علشان سيو من تاني؟ فبيقوله لا مش كده، هي بتمر بظروف صعبة ولازم أكون معاها وأنا خايف عليها. فبيتعصب عليه لأنه خايف عليه فعلا من دخول سيو لحياته من جديد. انت خايف على اللي دمرت حياتك واحنا خايفين عليك، انت عارف حالتنا كانت عاملة ازاي لما فكرنا انك هتموت. فبيرجع فلاش باك لما كانت حياته متدمرة بسبب خروج سيو، وانه كان دايما بيشرب لدرجة انه مش بيركز في شغله، ولما بيخرج مع اصحابه بيفضل يشرب لحد ما بينهار وبيقع في وسط اصحابه. حتى مامته كانت بتعاني معاه لدرجة انه بيزقها من غير ما يحس، فبيزعل من نفسه قوي وبيكلمها يعتذر لها لانه خلاص ما بقاش عارف يسيطر على نفسه، وبيفضل يعيط. تاني يوم بيكون قاعد في اجتماع وبتبعت له سيو إنها عاوزة تشوفه في الملعب اللي كانوا بيتقابلوا فيه زمان. بالليل بيروح يقابلها فعلا وبيسألها جبتيني هنا ليه؟ فبتعرفه إنها قررت تسافر، والمرة دي بجد، لأن كل كلمة وكل موقف وكل نظرة منك بتخليني أفكر إنك بتحبني. انت عارف أنا باجي هنا دايما وبستنى يمكن أشوفك زي زمان، بس انت مش بتيجي. المرة دي همشي، ولو حاولت توقفني يبقى انت لسه مش متأكد من قرارك ناحيتي. وبتسيبه وتمشي وهو بيبقى قاعد محتار. لما بيروح بيفضل يفتكر كل كلامهم سوا وكل ذكرياتهم، وبيقرر يرمي القميص بتاعها في الزبالة بس مش بيقدر، وبيروح على مغسلة أبوه علشان يصلحوله القميص ويغسلوه، بس بيقولوله يرميه أحسن. فبياخده وبيقول لهم هوديه مغسلة تانية مادام انتوا مش عارفين تعملوه. وبيطلع يجري عند سيو بتكون قاعدة في أمان الله، وفجأة تلاقي الباب بيتفتح عليها وبيطلع جوزها السابق داخل عليها، وهي بتبقى مرعوبة منه وبتسأله انت جاي هنا ليه؟ فبيعرفها انه عاوز يرجع لها وانها من غيره ولا حاجة، وبيبقى مجنون قوي وبيقول لها انا بطلت مخدرات حتى شوفي. فبترفض ترجع له، والباب بيخبط وبيطلع كيونغ، فبيروح طلقها علشان يفتح له. تفتكروا ايه هيحصل لما يفتح الباب؟